حكم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصد به كل ما أتى من لفظه، سواء كان مفردا النبي أو جمع مذكر سالم النبيون النبيين، أو جمع تكسير الأنبياء، وكذا لفظ والنبوة. وذلك في النبيين سورة البقرة آية 61 وآية 177 وآية 213، وسورة آل عمران آية 21 وآية 80 وآية 81، وسورة النساء آية 69 وآية 163، وسورة الإسراء آية 55، وسورة مريم آية 58، وسورة الأحزاب آية 7 وآية 40، وسورة الزمر آية 69. لنبي سورة البقرة آية 246 و247 و248 وسورة آل عمران آية 39 وآية 68 وآية 146 وآية 161، وسورة المائدة آية 81، وسورة الأنعام آية 112، وسورة الأعراف آية 94 وآية 157 و158، وسورة الأنفال آية 64 و65 و67 و70، وسورة التوبة آية 61 و73 و113 و117، وسورة مريم آية 30 و41 و49 و51 و53 و54 و56، وسورة الحج آية 52، وسورة الفرقان آية 31، وسورة الأحزاب آية 1 وآية 6 وآية 13 وآية 28 وآية 30 وآية 32 وآية 38 وآية 50 الأولى والأخيرة، و45 و53 الثانية، و56 و59، وسورة الصافات آية 112، وسورة الزخرف آية 6 وآية 7، وسورة الحجرات آية 2، وسورة الممتحنة آية 12، وسورة الطلاق آية 1، وسورة التحريم آية 1 وآية 3 وآية 8 وآية 9. النبيون سورة البقرة آية 136، وسورة آل عمران آية 84، وسورة المائدة آية 44. سورة الأنبياء الأنبياء كلمة الأنبياء سورة آل عمران آية 112 و181، وسورة النساء آية 155. والنبوة سورة آل عمران آية 79، وسورة الأنعام آية 89، وسورة العنكبوت آية 27، وسورة الجاثية آية 16، وسورة الحديد آية 26. قرأ قالون كل ما جاء من لفظ النبي بالهمزة والمد من قبيل المتصل، واستثني من هذه القاعدة موضعان قرأهما بإبدال الهمزة ياء مع إدغام الياء التي قبلها فيها وصلا، وأما في حالة الوقف فيقرأهما بالهمز على أصله، وهما: الأول قوله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، سورة الأحزاب آية 50. ثانيا
قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا. سورة الأحزاب آية 53. باب الهمزتين من كلمة، وهما همزة القطع المتلاصقتان الواقعتان في كلمة واحدة، والهمزة الأولى منهما لا بد أن تكون مفتوحة، وأما الثانية فتكون مفتوحة، نحو أأنذرتهم سورة البقرة آية 6، وتكون مكسورة نحو أإله سورة النمل آية 60، وتكون مضمومة نحو أأنبئكم سورة آل عمران آية 15. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية. يلاحظ أنه للتسهيل معنيان: الأول مطلق التغيير فيشمل التسهيل بين والإبدال والحذف والنقل. الثاني هو تسهيل بين بخصوصه، وهذا هو المراد هنا. ومعنى التسهيل بين أن تجعل الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتجعل المفتوحة بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو. قال السخاوي: هو أن يلين صوتها ويقرب من حرف اللين الذي منه حركتها. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بين الهمزتين، وذلك في الأنواع الثلاثة. وقرأ أعجمي المرفوع سورة فصلت آية 44 بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. والإدخال هو إثبات ألف تفصل بين الهمزتين المتلاصقتين وتمد بمقدار حركتين. واستثنى قالون من هذه القاعدة بعض الكلمات التي لم يفصل فيها بألف بين الهمزتين، وهي: الأول آمنتم سورة الأعراف آية 123، وسورة طه آية 71، وسورة الشعراء آية 49. الثاني آلهتنا سورة الزخرف آية 58. الثالث أئمة سورة التوبة آية 12، وسورة الأنبياء آية 73، وسورة القصص آية 5 وآية 41، وسورة السجدة آية 24. الرابع الآن سورة يونس آية 51 وآية 91. الخامس الذكرين سورة الأنعام آية 143 و144. السادس الله سورة يونس آية 59، وسورة النمل آية 59. وأما آمنتم آلهتنا فلأن أصلها قبل الاستفهام آمنتم آلهتنا بهمزتين مفتوحة فساكنة، فأبدلت الساكنة ألفا على القاعدة المشهورة، ثم دخلت همزة الاستفهام فاجتمع همزتان في اللفظ فخفف قالون ثانيتهما بالتسهيل بين، ورأى عدم الفصل بينهما بالألف، لأنه لو أدخلها لصار اللفظ في تقدير 4 ألفات، وذلك إفراط في التطويل والثقل،
وخروج عن منهاج كلام العرب. كلمة أشاهد. سورة الزخرف آية 19 قرأها بوجهين: الأول بهمزتين أولهما مفتوحة وثانيتهما مضمومة مسهلة مع الإدخال وهو المقدم أداء. ثانيا بهمزتين ثانيتهما مسهلة مع عدم الإدخال. واقرأ بتسهيل الهمزة الثانية في أرأيت حيث وقعت وكيف أتت، وهي كالتالي: أرأيت سورة الكهف آية 63 وسورة الفرقان آية 43 وسورة العلق آية 9 وآية 11 وآية 13 وسورة الماعون الآية الأولى. أرأيتم سورة الأنعام آية 46 وسورة يونس آية 50 وآية 59 وسورة هود آية 28 وآية 63 وآية 88 وسورة القصص آية 71 وآية 72 وسورة فاطر آية 40 وسورة فصلت آية 52 وسورة الأحقاف آية 4 وآية 10 وسورة الملك آية 28 وآية 30. أرأيتكم سورة الأنعام آية 40 وآية 47. أفرأيت سورة مريم آية 77 وسورة الشعراء آية 205 وسورة الجاثية آية 23 وسورة النجم آية 33. أفرأيتم سورة الشعراء آية 75 وسورة الزخرف آية 38 وسورة النجم آية 19 وسورة الواقعة آية 58 و63 و68 و71. تنبيه: لقانون في أئمة وجهان. قال صاحب الشاطبية: وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفى وفي النحو أبدلا. قال صاحب الكافي: وقوله وفي النحو أبدلا بيان لمذهب بعض النحاة، وهو إبدال الهمزة الثانية ياء محضة، وهذا الوجه وإن ورد عن أهل سماء أيضا، ولكنه ليس طريق كتابنا، يعني شرح الشاطبية، فلا يلتفت إليه ولا يقرأ به، فلأن أصله أمامه على وزن أفعله جمع إمام، كأردية جمع رداء. نقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها، ثم أدغمت الميم في الميم، فأصل الهمزة الثانية السكون وحركتها عارضة، فاعتبر قالون أصلها وهو السكون وألغى حركتها لعروضها، فترك الفصل لأنه إنما يكون بين الهمزتين المتحركتين. حكم الاستفهام المكرر. لقد تكرر الاستفهام في القرآن الكريم في 11 موضعا في 9 صور، وهي كالآتي: الأول: أإذا كنا ترابا أإنا، سورة الرعد آية 5. الموضع الثاني والثالث: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا، سورة الإسراء آية 49 وآية 98. الرابع: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا، سورة المؤمنون آية 82. الخامس: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا، سورة النمل آية 67. السادس: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد
من العالمين أئنكم لتأتون. سورة العنكبوت آية 28 وآية 29. السابع: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي. سورة السجدة آية 10. الثامن والتاسع: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. سورة الصافات آية 16. وأإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. سورة الصفات آية 53. العاشر: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. سورة الواقعة آية 47. 11: أإنا لمردودون في الحافرة أإذا. سورة النازعات آية 10 وآية 11. قرأ قالون بالاستفهام في اللفظ الأول والإخبار في اللفظ الثاني، أي بهمزة واحدة مكسورة في جميع المواضع المذكورة ما عدا موضعي النمل والعنكبوت، فإنه يخبر في الأول ويستفهم في الثاني فيهما. ومن المعلوم أن قالون في الاستفهام المكرر يدخل ألف الفصل بين الهمزتين عند التسهيل. باب الهمزتين من كلمتين، وهما همزة القطع المتلاصقتان وصلا الواقعتان في كلمتين، وهما قسمان: الأول متفقتان في الحركة، الثاني مختلفتان في الحركة. المتفقتان 3 أنواع: الأول مفتوحتان، الثاني مكسورتان، الثالث مضمومتان، مثل جاء أمرنا والسماء إن وأولياء أولئك. خرج بقيد القطع أن تكون أحد الهمزتين همزة وصل، مثل إلا ما شاء الله. سورة الأعراف آية 188. وخرج بقيد التلاصق أن يكون هناك فاصل بينهما في مثل السوء أن كذبوا. سورة الروم آية 10 لعدم تلاصقهما. وخرج بقيد الوصل حالة الوقف على الهمزة الأولى، فليس فيها ولا في الثانية المبتدأ بها إلا التحقيق. قرأ قالون بإسقاط الهمزة الأولى، أي بحذفها بالكلية من الهمزتين المفتوحتين، وله حينئذ وجهان: القصر حركتان والمد 4 حركات، ولكن القصر أولى وأرجح لوقوع حرف المد قبل همز مغير بالإسقاط، ويعتبر المد حينئذ من قبيل المد المنفصل. قال صاحب النظم الجامع: والمد أولى قبل همز غير في الإسقاط فأقصر أحرى. تنبيه: إذا اجتمع في آية مد منفصل وهمزتان مفتوحتان في نحو قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد. سورة النساء آية 43. وسورة المائدة آية 6: قصر مرضى أو مع القصر والمد في جاء أحد.
ثم مدهما معا فهي 3 أوجه. ويمتنع مد مرضى أو مع قصر جاء أحد، لأن الثاني لا يخلو من أن يقدر منفصلا أو متصلا، فإن قدر منفصلا ساوى الأول، وإن قدر متصلا تعين مده كما مر. وتجري هذه الثلاثة أيضا فيما لو تأخر المنفصل عن الهمزتين، كما في قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فإذا مددت السماء فلك في بإذنه إن القصر والمد، وإذا قصرت السماء تعين قصر بإذنه إن لما ذكر. وليعلم أن حكم الهمزة الثانية هو التحقيق على الأصل. أما المكسورتان والمضمومتان فقرأهما قالون بتسهيل الهمزة الأولى منهما مع المد والقصر، والمد أولى وأرجح. قال الشاطبي: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. تنبيه: في قوله تعالى: هؤلاء إن كنتم، قصر هاء التنبيه مع مد أولاء، وقصره استصحابا للأصل واعتدادا بعارض التسهيل، ثم مدها مع هما، فهي 4 تأتي مع كل من سكون الميم وصلاتها. وضعف الإمام ابن الجزري في نشره قصر أولاء على مد المنفصل، واحتج بأن سبب الاتصال ولو تغير أقوى من سبب الانفصال، فلا يصح أن يكون أحط رتبة منه. ورده الأستاذ المتولي مستدلا بإطلاقه الوجهين في كل من التقريب والطيبة، وبأن الاعتداد بعارض التسهيل يخرجه من باب المتصل إلى باب الطبيعي، فلا يكون ثم مانع من جوازه. ولذا قال في فتح الكريم: وفهؤلاء إن هؤلاء إن مدها مع قصرها تلاه له امنع مسقطا لا مسهلا. وله في قوله تعالى: بالسوء إلا، سورة يوسف آية 53 وجهان. الأول: إبدال الهمزة الأولى واوا مع إدغام الواو التي قبلها فيها، فيكون النطق حينئذ بواو واحدة مشددة مكسورة وبعدها همزة محققة، وهذا قول الجمهور. الثاني: تسهيل الهمزة الأولى بين أي بين الهمزة والياء مع المد والقصر، وهذان الوجهان في حالة الوصل فقط. أما في حالة الوقف فيتعين في الهمزة التحقيق. فائدة: اعلم أنه يجوز في حرف المد الواقع قبل همز مغير القصر والمد على قصر منفصل، والمد على مده، وزاد بعضهم قصره عليه عند التسهيل، ويرجح القصر عند الإسقاط والمد عند التسهيل. أما الهمزتان المختلفتان في الحركة الملتقيتان في كلمتين فهما على 5 أنواع. الأول: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، مثل قوله تعالى: نبأ إبراهيم، سورة الشعراء آية 69، قرأها بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الياء. الثاني: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، مثل قوله تعالى: جاء أمة، سورة المؤمنون آية 44، وليس غيره، قرأها بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الواو. الثالث: أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، مثل قوله تعالى: يا أيها الملأ أفتوني، سورة النمل آية 32، قرأها بإبدال الهمزة الثانية واوا خالصة مفتوحة. الرابع:
أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، مثل قوله تعالى: من الماء أو مما رزقكم الله، سورة الأعراف آية 50. قرأها بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة مفتوحة. الخامس أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة، مثل قوله تعالى: السوء إن، سورة الأعراف آية 188. قرأها بوجهين: الأول تسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الياء، الثاني إبدالها واوا خالصة مكسورة وهو المقدم، وليعلم أن الهمزة الأولى محققة في جميع الأنواع، وأن التسهيل والإبدال فيما تقدم لا يكونان إلا في حالة الوصل فقط، فإذا ابتدأ بالهمزة الثانية تعين تحقيقها، وهو الإتيان بالشيء على حقيقته، وعرف بأنه عبارة عن النطق بالهمزة خارجة من مخرجها الذي هو أقصى الحلق كاملة في صفاتها. تنبيه: اعلم أنه يجوز في حرف المد الواقع قبل همز مغير المد والقصر، ويرجح المد إن كان التغير بالتسهيل والقصر إن كان التغير بالإسقاط، ويرجح المد إن كان التغير بالتسهيل، والقصر إن كان التغير بالإسقاط. وهذا بالنسبة للهمزة الأولى من الهمزتين المتفقتين في الحركة.